تعالوا اجرب معاكم النهارده الخبز اللي بيتخبز جوه الكيس الحراري. يعني ما بيتحطش على صاج كده ويخش الفرن، لا احنا بنخبزه في الكيس الحراري. تعالوا نجربه مع بعض ونشوف النتيجه ايه. الاول هنعمل الخبز. مكوناته عباره عن 3 كوبايات من الدقيق، حوالي نص كيلو، عليهم معلقه كبيره من الخميره الفوريه ومعلقه كبيره من السكر البودره. انا استعملت السكر البودره عشان الحبيبات ممكن ما تدوبش معايا بسرعه. وحطيت ربع معلقه صغيره من الملح وربع كوبايه من الزيت النباتي. التاتش بتاعي بقى، يعني انا مش عايزه كده العجينه تبقى ساده من جوه. فرمت بقى زيتون مع فلفل. خلطه الزيتون دي انا اللي كنت مخليها في البيت، فطبعا بخلل معاه الجزر والكرفس والفلفل. فرمته كله مع بعضه وحطيته على الدقيق، وحطيت معلقه من الزعتر الجاف. الزعتر مع الزيتون مع الخلطه دي ريحتها خطيره، يعني بجد جربوها هتعتمدوها انا متاكده. وهنضيف بقى المية بالتدريج. المية لازم تكون دافية علشان الخميرة تتفاعل معايا بسرعة. وخلطتهم كده مع بعض. المية انا احتاجت حوالي كوباية الا معلقة، يعني انا حسب احتياج الدقيق، ما تحطيش المية مرة واحدة لحد العجينة ما لمت معايا زي ما انتوا شايفين. لو لزقت معاكي زي ما لزقت معايا كده متقلقيش خالص، هتبدري ايدك، هتحطي ايدك في الدقيق وتلميها عادي جدا. هنحطها بقى في البولة، وبعد كده بقى نغطيها بالاسترتش راب او اغطيها بفوطة وسيبيها بقى تخمر براحتها. يعني قعدت معايا حوالي ساعة ونص لحد حجمها ما تضاعف زي ما انتوا شايفين كده. حطيها في مكان دافي ونسيها شوية، اوعي تستعجلي عليها. بصوا اختمرت على الاخر. لمت بقى العجينة زي ما انتوا شايفين. انا عايزة يعني تشموا الريحة، ريحة الزيتون مع الفلفل خطيرة يا جماعة، حلوة جدا. جبنا بقى الكيس الحراري، بدرته الاول كده من تحت. المقدار ده عمل معايا خبزين، او عمل معايا رغيفين حلوين كده محترمين. عملت شكل الخبز كده مستطيل شوية او بيضاوي ودخلته جوه الكيس. لازم اكون مبدراه من تحت. يعني لو عندك كيس كبير ممكن تعملي رغيف عيش كبير. انا كان عندي مقاس 25 في 35. بعد كده بدرته كده من الوش، حطيت عليه شوية دقيق وهبتدي اشققه. عندك موس، عندك سكينة حامية، اللي موجود عندك. انا بالسكينة كده شققته 3. ممكن تعملي انت بقى الشكل اللي انت عايزاه، ده بيديله شكل حلو قوي في النهاية. وهنشوف النتيجة عاملة ايه. طبعا في الفترة دي لازم الفرن يكون عندي شغال على درجة حرارة 200. بقفل الكيس كويس جدا بالقفل اللي بيجي معاه، واحطهم كده في صينية زي ما انتوا شايفين. طلع معايا رغيفين ودخلته الفرن، حطيته في صينية ودخلته الفرن. قعد معايا حوالي ساعة الا ربع. بعد كده خرجته اول ما احس كده انه جمد معايا وشكله احمر، خلاص كده بقى كده استوى وتمام. عايزه اوريكم بقى شكله مخرج. انا اتفاجئت بجد، انا اتفاجئت. انا حسيت ان انا اصلا عملت انجاز من غير ولا حاجه. يعني طالع تحفه، طالع هايش جدا وطالع مستوي وطعمه خطير خطير بجد. انا عايزه اوريه لكم دلوقتي. انا خلوا بالكم انا قطعته كمان وهو لسه دافي، يعني انتوا لو استنيتوا عليه لما بارد خالص هيبقى طعمه خطير وحلو جدا. بصوا هايش ازاي. انا اتفاجئت بالنتيجه وشابوه بجد اللي عمل الاختراع ده. سهل علينا حاجات كتير جدا وبامانه، يعني طريقه مضمونه 100%. عايزه اقول لكم بقى بس حته الزيتون بقى والحشو بتاعه ده اختراعي انا ودي اضافاتي انا. يا رب تكون الطريقه عجبتكم. باي باي.